السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا سؤال جدلي من الأسئلة العميقة جدا اللي نحتاج نسألها. يا ترى مين بيربي أحسن، الأم ولا الأب؟ يا ترى مين أشطر في التربية؟ وطبعا بصفتي ست فأكيد هتبقى متوقع إن أنا أقول إن الأمهات بتربي أحسن، أو أكون بميل للعكس تماما وأقول إن الأبهات هم اللي بيربوا أحسن. بس خلينا قبل ما نجاوب على السؤال الجدلي الكوني اللي ليه علاقة بالأسئلة الكونية زي اللي بنتي بتسألها الساعة 2 الصباح لما بتقلق من النوم دي، يا ترى هو اصلا احنا بنسال السؤال ده ليه؟ يعني فكره الام بتربي افضل ولا الاب بيربي افضل هيغير في ايه؟ في ان العلاقه الابويه او الوالديه عباره عن اب وام، والاتنين لهم ادوار واضحه، والاتنين ادوارهم مش شبه بعض، والاتنين اصلا ملهمش سلطه على بعض فيما يخص التربيه. يعني ايه؟ يعني كتير جدا، والحقيقه الموضوع ده للاسف بيعملوه الستات اكتر. يعني الاقي الام تقولي لا لا لا، ما يربيش ابني كده، ما يكلمش ابني كده، ما يعملش مع مش عارفه ايه مع ابني كده. ابني مين؟ اللي هو ابنه برضه. فمين اللي ادى للامهات صلاحيه ان هي تقيم الاباء كاباء كمربي، فتقوله لا ما تتكلمش كده او ما تعملش كده؟ فينتج عنه ان الاب ده ياخد احد الاتجاهين، يا اما اتجاه تصادمي فيهاجم الام في ان هي بتعمله ده ويبدا يعمل ذبذبه في تذبذب في المعامله في الطفل، فهي تقول لا على حاجه، هو يقول هي تقول هو يقول لا، يزعلها قدام الولاد، يقول لها ان انت مش عارفه تربيهم، او ان دي اخره تربيتك، او يحملها اخطاء الاولاد باعتبار يعني ان الام اللي بتربي كويس عيالها ما بيغلطوش. تمام؟ ودي حيله دفاعيه بيعملها الاب علشان يدافع عن الكينونه اللي الام بتحاول تسيطر عليها بادعائها ان هو كده بيعك في تربيه ولادها اللي هم اولاده اصلا. تمام؟ او ياخد الاتجاه التاني ويقول بركه يا جامع، ويسيب لها الجمل بيا ما حمل، وانا خلاص ماليش دعوه بالحوار ده، وانا هخرج بره الموضوع ده عشان انا كلامي ما بيعجبش، ويبدا يتوقف عن دوره في التربيه او هو يكون هو مؤمن اصلا ان هو ملوش دور في التربيه وان هو شغلته يدفع فلوس. تمام؟ وفي الحالتين هما الحقيقه الحالات دي اسوأ من بعض وانيل من بعض اساسا. وبنرجع تاني للسؤال الاولاني، مين ادى السلطه لاحد الابوين انه يقيم الدور الاخر في التربيه؟ يقيمها يعني يبقى ليه سلطه وقفها ورضعها في الحالات العاديه. الحالات العاديه يا شباب، ما حدش يجي يكلمني على حاله استثنائيه. يعني اب سايكوباتي كان بيأذي ابنه او ولاده، بيحرقهم، بيذلهم، بيعمل حركات مش سويه. يعني انا كان عندي حاله الاب كان بيوصل ان هو بيخلي الولد يجيب الاكل من الارض ببقه. تمام؟ يجبره ياكل زي الكلب، يجبره. اب عنده مشاكل، اب اصلا مضطرب. انا ما بتكلمش في الحالات دي قولا واحدا هنقطع تعامل الاب ده مع الولاد لحين علاجه. تمام؟ لان الموضوع خطر وقد يصل للايذاء الجسدي الحاد بدرجاته، لان الاب نفسه مش سوي. انا ما بتكلمش عن الحالات دي، انا بتكلم عن الحالات العاديه اللي هو انت والاب دول مش مختلفين الاختلاف الجذري، اللي هو مثلا انت مسلمه وهو ملحد مثلا، او بيعبد النار مثلا، يعني حاجه كده اللي هو مش بعيد خالص. لا، هي في السياق بيكلمه كده بوحش، بيزعق للولد قدام اصحابه، بيكسر نفس الولد وهو بياكل، يعني اخطاء اللي هو يرد فيها الاب. تمام؟ وعاده كنت بقول لهم بشكل شهير، يعني طالما الاب ده جه معاكي الجلسه دفع فلوس عشان يجي الجلسه، فده اصلا مؤشر ان هو عنده استعداد للتعديل، وعنده استعداد انه يتعلم من اخطائه وانه يسمع من متخصص. فدي في حد ذاته حاجه يشكر عليها. كون انه بيغلط، ما هو بيغلط وانت بتغلطي، فيجي يقول لي الكلام الشهير يعني على لسان الاباء، يعني يقول لي بصي اجي انا اكلمه ابقى وحش، هي بقى تمسكه تعجنه طول النهار عادي، فتيجي تقول لي ايوه عيالي انا اعمل في عيالي اللي انا عايزاه، لكن هو مين يا حاجه؟ الكلام ده اولا هو كان بدا هزار، وبعد كده في بعض الامهات للاسف صدقوه واعتبروه حقيقه. والحقيقه الذي لا جدال فيها ان الام والاب ليهم ادوار مش شبه بعض، هما الاثنين ليهم ادوار في التربيه. الاب دوره لا غنى عنه تحت اي حال من الاحوال. الحالات الاضطراريه اللي اضطر فيها يتعامل الاب من غير الام في حاله الوفاه او بعض حالات الانفصال، او العكس الحالات الاضطراريه اللي اضطرت فيها تتعامل الام من غير الاب في حالات الوفاه او الحالات حتى الانفصال، لا يعتد ازاله لاحد ادوار، لا يعتد بيه. احنا بننفصل زوج وزوجه، ما بننفصلش ام واب. فبالتالي دور ابني في حياه جوزي في حياه ابني لا خلاف فيه. طب ما بيعملش اللي على مزاجي، والله يبقى كتر خيرك لو لفت نظره بطريقه خفيفه
عشان بس الامهات بتزن، الستات طبعنا زنان يعني، فاحيانا بنقولها بطريقه مش لطيفه فبتخلي الرجاله تنفر يعني، او يعني بنزن زياده. والله قوليها له، اتعلم ما اتعلمش ده مش موضوعك، لكن خبره انه يتربى في عياله، احنا بنتربى في عيالنا اصلا، انه يتربى في عياله، مره تصيب مره تخيب، مره يغلط، مره يسمع من واحد صاحبه، مره يكلم اصحابه على القهوه، مره يقرا كتاب، مره يروح لمتخصص. هو محتاج يمر بخبره الابوه كامله، وانت كمان محتاجه تمري بخبره الامومه كامله، من غير ما احنا ادوارنا يعني نعمل ايه، اسمها ايه يا امان، نعمل كده في بعض، نطبش في بعض كده، ومن غير ما حد فينا يتهم الاخر لا بالتقصير ولا بالاستهانه. يعني فكره التقصير او الاخطاء دي فكره وارده، ابقى ام وتربويه، وعاده ده ادعاء امهاتي يعني، انها بتدعي انها تربويه اكتر من جوزها، وقد يكون عندها حق، لكن ده برضو ما يخليكيش تاخدي دوره. وكون الاب، كل اب بيسمعني، مهم ان انت تحارب على دورك. لو انت متجوز واحده بتشيل منك دورك، حقك في انك تمارس دورك كأب، انت تجبرها على ده. انت مش ما عندكش اوبشن الاختيار ان انت تقول بركه يا جامع وتسيب لها حكايه الابوه دي، ما ينفعش، ما ينفعش. انت ليك دور منفصل لازم تقوم بيه. لا غنى عن اب ياخد عياله يصلوا معاه صلاه الجمعه، او لو مسيحي يصطحبهم ويروح بيهم الكنيسه، او ياخدهم معاه يغسلوا العربيه، يشتروا طلبات من السوق، يقفوا وهم في صنايعي في البيت فيوقف ولاده معاه، يلعبهم، يهزر معاهم، يعاكسهم. لو بنات بقى يعاكس شكلهم بقى ويقول لهم انتوا امارات وحاجات كده. لا غنى عن دور الاب في حياه ولاده، زي ما لا غنى عن دور الام في حياه ولادها. تمام. في الظروف الاضطراريه احنا اتفقنا قبل كده وقلنا كتير، انا لا اؤمن بجو ان الام تقوم بدورها ام واب والاب بيقوم بدور الام والاب، ده كلام مش سليم، مش علمي اصلا. احنا محتاجينك يا دوبك تلاحق على دورك، لو عرفت تلاحق عليه يا باشا اساسا فكتر خيرك، لكن ما تستسهلش، ما تسيبش دورك لحد لا بارادتك ولا غصب عنك، حارب على ده. انا دايما الجمله الشهيره بقول للامهات، ابص لها كده اقول لها مالكيش دعوه بفلان، سيبيه، ما يغلط، ما يغلط ويتعلم، ماشي ويغلط يعني عادي، سيبيه، مالكيش دعوه، ما تتدخليش بينه وبين اولاده، ما تحجزيش ما بينهم. ما يعني عليكي من ضمن دورك كأم ان انت تحسني صوره الاب، ان انت تتكلمي عنه بخير، لكن ما تحجزيش بينهم. لا لا، لما يطلب حاجه يطلبها مني وانا اقول له يا سلام، ليه؟ مين انت اصلا؟ الام قومي بدورك كأم، الاب يقوم بدوره كأب. الادوار مش متداخله ومش ملخبطه على بعض، احنا اللي بنلخبطها. فلو سمحتم ايا كان انت مين فيهم، فالتزم بدورك وتمسك بيه وما تتعداش على دور الاخر. فكتير جدا الاقي الام من كتر ما هي مركزه في اخطاء الاب سايبه البلاوي اللي بتعملها. لا يا حبيبتي، ركزي في كوزك انت، ركزي في كوزك، ركزي في موضوعك، ركزي في اخطائك، ركزي في عصبيتك، ركزي في الكلام اللي انت بتقوليه. طب ما هو بيقول يا ستي انت مالك بيه، انا بقى بما ان هو عندي انا اقول له بقى هو معمول ايه. نفس الفكره، ما يقوليش هي بتشتمه، هي بتضربه. انت كأب ركز في اللي انت بتعمله. طيب ليك سلطه، قول، اعمل قوانين، ادي قرارات، ماشي، اعمل سلطتك عادي، لكن الاصل الام ام والاب اب.